لو جيت سألتك إيه أكبر قارة من حيث المساحة السكانية، دماغك هتروح لقارة آسيا اللي فيها أكبر دولتين من حيث عدد السكان وهما الصين والهند. بس ده مش موضوعنا. أنا عايزك تبقى عارف إن آسيا هي أول قارة من حيث عدد السكان، وبتيجي بعدها على طول قارة أفريقيا اللي بلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، يعني تقريبا خمس سكان العالم. ده في 2023. أما بقى في 2050 فالمتوقع إن عدد سكان أفريقيا يوصل ل2 مليار و400 مليون نسمة. ده لأن عدد سكان أفريقيا بيتضاعف تقريبا كل 3 عقود، والعقد بيساوي 10 سنين. فبنلاقي عدد السكان تضاعف مرة ما بين 1975 و2005، المتوقع إنه يتضاعف مرة تانية سنة 2035. وأكبر الدول السكانية في أفريقيا نيجيريا، بعدها أثيوبيا، بعدهم مصر أم الدنيا. طيب هي إيه أسباب النمو السكاني؟ هقولك هما سببين: واحد، زيادة طبيعية، اتنين، زيادة غير طبيعية. بالنسبة للزيادة الطبيعية فهي الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. فمن حيث معدل المواليد فقارة أفريقيا هي أعلى القارات، حيث بلغ ضعف المعدل العالمي سنة 2023. ودولة النيجر هي أكبر دولة عالميا من حيث ارتفاع معدل المواليد. تسألني طيب هو إيه السبب؟ هقولك إن السبب هو كثرة الإنجاب والزواج المبكر وضعف برامج تنظيم الأسر. ده بالنسبة لمعدل المواليد. أما من حيث معدل الوفيات بنلاقي إن المعدل انخفض وبقى قريب من المعدل العالمي. من الدول الأفريقية الأعلى في الوفيات هما نيجيريا وتشاد وليسوتو، ده بسبب تفشي الأمراض وارتفاع وفيات الأطفال والأمهات. نستنتج من اللي فات إن قارة أفريقيا هي الأعلى من حيث الزيادة الطبيعية، تحديدا دولتين الصومال والنيجر. لكن بالرغم من ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في أفريقيا إلا أنه انخفض في الفترة ما بين 1970 و 2023. ده بسبب اهتمام الدول الأفريقية والمنظمات الدولية بضبط النمو السكاني وتطوير النظم الصحية والاهتمام بصحة الأم والطفل. نيجي لتاني حاجة وهي الزيادة الغير الطبيعية ما بين قوسين الهجرة. فالهجرة بتؤثر في نمو وتوزيع السكان، وليها شكلين: هجرة وافدة إلى أفريقيا تحديدا جنوب أفريقيا، فهي من أولى الدول الجاذبة للسياحة، وهجرة مغادرة أو نازحة من أفريقيا إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية أو الخليج العربي. ده من أجل البحث عن فرص عمل أفضل، تحسين مستوى المعيشة، والبحث عن فرص تعليمية أفضل، بسبب عدم الاستقرار السياسي والحروب. نتيجة للأسباب دي كلها بيلجأ ناس كتير للهجرة الغير شرعية، ودي معناها انتقال الأفراد بين الدول بطرق غير قانونية، سواء الدخول بغير تصريح أو تجاوز مدة الإقامة. فبنلاقي إن زادت الهجرة الغير شرعية من أفريقيا إلى أوروبا، وده كان له أثر سلبي على أمن واستقرار الدول. أما المهاجرين الغير شرعيين فبيتعرضوا للعديد من الأخطار زي الغرق في البحر أو الاستغلال أو الحرمان من حقوقهم في الدول اللي بيهاجروا ليها. عشان كده الدول الأفريقية بتحاول إن هي تعمل تنمية عشان تعالج المشكلة دي. نيجي بعد كده لتوزيع السكان في قارة أفريقيا. فبنلاقي إن التوزيع والكثافة السكانية بيختلفوا من دولة لدولة أو من منطقة لمنطقة. ففي مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة زي وادي النيل والدلتا في مصر، منطقة النيل الأزرق في السودان، ده بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة. وزي لاجوس اللي في نيجيريا، قاهرة مصر اللي مكتظين بالسكان، ده كان له أثر على الموارد والخدمات، فأصبحنا بحاجة لوضع خطط تنموية. وفي مناطق ذات كثافة سكانية متوسطة، ودي بتوجد في بعض الأماكن المتفرقة داخل القارة وسواحلها، زي أماكن استخراج المعادن والطاقة الأحفورية زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. بعض المناطق المرتفعة ومناخها معتدل زي هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية. في مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة زي مناطق الرعي والزراعة في نطاق السافانا والاستبس. في مناطق ذات كثافة سكانية نادرة ما فيهاش بشر تقريبا زي المناطق الصحراوية، وده بسبب ندرة المياه العذبة والظروف المناخية. وزي مناطق المستنقعات، وده بسبب صعوبة الحركة وانتشار الأمراض وقلة الأنشطة الاقتصادية. نيجي بعد كده للمشكلة السكانية في قارة أفريقيا. فبنلاقي إن أفريقيا بتعاني من مشكلة سكانية، ده بسبب زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة الضغط على الخدمات وزيادة استهلاك الموارد الطبيعية زي المياه العذبة والطاقة والأرض الزراعية. بالتالي نصيب الفرد من الموارد الطبيعية هيقل، ده هيؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي والمائي في القارة. فكل ما ارتفع معدل الزيادة السكانية انخفض الأمن الغذائي والمائي. المشكلة التانية هي سوء توزيع السكان داخل الدول الأفريقية. المشكلة الثالثة كانت ارتفاع نسبة صغار السن
ودي فئة غير منتجة بتحتاج إلى توفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء والماء والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها كتير. فبنلاقي إن الدول الأفريقية قامت بمحاولات عشان تحل المشكلة دي، فوضعت خطط لخفض معدل الزيادة السكانية عن طريق تنظيم الأسرة وزيادة الوعي بأهمية الأسرة الصغيرة ورفع سن الزواج ووضع قوانين تجرم الزواج المبكر والاهتمام بدعم المرأة اجتماعيا بتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية وتمكينها اقتصاديا، وإقامة العديد من المشروعات لسد احتياجات السكان وإنشاء مدن جديدة لإعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط على مناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.